يا صباح الخير، تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض أحلى بانيه بتتبيلة سهلة جدا وكمان مميزة وكمان ما فيهاش يعني توابل كتير. تعالوا مع بعض نشوف عملناه ازاي وكمان اللون الذهبي ده طالع ازاي وكمان هيكون معايا مستوي. تابعوا الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة. أول مرة بيشوف قناتي ما ينساش يعمل لايك للفيديو ده. تعالوا مع بعض نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بصوا التتبيله سهله جدا وبسيطه، ما بحبش اعمل افتكاسات يعني في البانيه، بس عايزه اقول لكم هنعمل النهارده بانيه طعم حلو جدا، طعمه مميز وكمان بدون بيض وبدون كمان حليب. اول حاجه جبت معايا الخلاط، حطيت طماطمايه وكمان بصلايه. ممكن عادي نبشر الطماطم وممكن ان احنا برضو نبشر البصل، بس انا بحب اعمله في الخلاط كده سريع وكمان ما بطلعهوش ناعم، لا بطلعه زي المبشور كده زي ما انتوا شايفين. تمام. هنزل بقى كل التتبيله بتاعتي. تنساش لو وصلت لغايه الفيديو هنا تنساش تعمل لايك للفيديو. بعد ما انزل بقى كل التتبيله بتاعتي كده من الخلاط هبتدي بقى ان انا اتبله. هنحط بقى الملح بتاعنا. عندي هنا نص معلقه من الملح، وطبعا في المرحله دي بنكون غاسلين البانيه كويس جدا وكمان مصفيينه من اي ميه. تمام. وعندي معلقه، نص معلقه من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من بهارات الفراخ. دي بهارات فراخ جاهزه بتديله تيست حلو جدا. بتجيبوها عادي من عند العطار او ممكن تجيبوا اللي في الاكياس الجاهزه. طبعا عملت بقى معاكم قبل كده محلول النقع بتاع البانيه وبتاع الفراخ، هو بيكون عباره عن ميه وكمان معلقه كبيره من السكر، طبعا على حسب كميه البانيه او كميه الفراخ، وملح، معلقه ملح، وشويه من الدقيق. وبندعك الدقيق بالملح بالسكر كويس جدا، وبعد كده بنحط عليهم شويه ميه وبنسيبهم كده على جنب. تمام. وكمان هنعصر عصرة ليمونة. بعد كده بناخد البانيه نشطفه وبعد كده بنسيبه يتصفى خالص. تمام. عندي هنا بقى بعد ما صفيت البانيه بتاعي نزلت عليه على طول في التتبيله، واقول لكم دلوقتي بقى هنعمل ايه. عندي بقى هنا معلقتين دقيق، ده بقى اللي هيديله الكفر اللي يكون كريسبي كده ويكون مقرمش وفي نفس الوقت يكون مستوي. بجد هيبقى تحفه جدا، جربوه مش هتندموا. قلبت بقى معلقتين الدقيق، ممكن معلقتين الدقيق دول تدوبيهم في شويه ميه كده بيكونوا زي العجينه. تمام. انا هنا ضفت شويه ميه اهو. بس كده هنسيبه بقى لغايه لما يتبل معانا قيمه ساعه كده او نص ساعه. بعد طبعا البانيه بتاعي ما اتبل هناخده بقى نحطه في البقسماط. بصوا سهل جدا، نحطه في البقسماط، بقسماط ناعم بقى او بقسماط خشن اللي يريحك. طبعا انا حطيت مع الدقيق مع البقسماط ده شويه من الدقيق. هبتدي بقى اطلع كده من البقسماط في طبق، ويكون عندي بقى زيت على النار يكون سخن. تمام. اول ما ننزل بقطعه البانيه على طول نكون مهديين النار، تكون وسط. طبعا انا قليت كذا كميه، كذا واحده قبل كده يعني قبل ما اصور معاكم المقطع ده. عندي بصوا بقى البانيه بتاعي، طبعا النار ما تكونش عاليه قوي، هي بس في الاول وبعد كده نهدي النار على طول. بص بقى لونه حلو جدا وكمان بيدينا طبقه كده كريسبي برضو جميله وكمان مستوي في نفس الوقت. هنقلي بقى كل الكميه اللي احنا عملناها وبعد كده هنقدمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بص طالع معايا حلو جدا. كان نفسي اقطع لكم واحده بس بصراحه لقيته سخن بصراحه، بس هو طري من جوه ومستوي كمان ومقرمش بصراحه من بره، والتتبيله مدياله طعم حلو قوي. هي بسيطه بصراحه بس بتفرق في الطعم.
اهم حاجه ما نحطش توابل كتيره، هي ملح وفلفل وتوابل فراخ فقط.